مساء الخير. اليوم جبت لكم وصفة من تاع التراث والتقاليد تاوعنا، يعني وصفة قديمة بزاف وبنينة بزاف. كامل نعرفوا العصبان اللي نديروه بالكرشة، لكن اليوم جبت لكم عصبان يجي بالسميد برك ومكونات في كل دار، والبنة تاعو يعني روعة، وتقدروا تقدموه مع البربوشة ولا مرقة تاع دوارة ولا يعني ويجي ولا أروع. ونبداو في المقادير تاعنا. اول حاجه عندي حبه بصله كبيره قطعتها مربعات، ومن الاحسن انه تقطعوا مش انه ترحيوها ولا. وعندي كميه تاع شحمه، هي الوصفه هنا تجيب الشحمه وتقدروا تضيفوا شويه هكذا قطع تاع اللحم صغار ولا باش تبنوا فيهم، لكن الوصفه الاصليه يعني تجيب الشحمه. قطعنا ثاني حوالي نصف الكميه تاع البصله شحمه. وعندي حبه طماطم كبيره وحوالي 6 فصوص ثوم ولا يدي كمية مليحة تاع ثوم. وعندي شوية دبشة هنا ثاني قطعتها، وهنا يعني الدبشة هي شوية كمية شوية كبيرة هكذا. يعني حاولوا يعني التوابل هذو وكل راح يعطيوها بنا انه ديروا كمية مليحة. كيما هنا الثوم اني مديرة حوالي 7 فصوص كبار هكذاك. ومن بعد نبدا ندير التوابل تاوعي. عندي نصف ملعقة تاع فلفل حمار، رشة تاع زنجبيل، عندي هنا نصف ملعقة ثاني تاع راس الحانوت، وعندي كزبر، وعندي ملح، وشوية فلفل أكحل. يعني هذو هما التوابل الأساسية اللي نستخدموهم احنا في الشرق، وتقدروا تضيفوا أي تابل هكذا تحبوه، يعني تحبوا الطعم تاعو ولا. وشوية ملح، وراح نضيف ملعقة من معجون تاع الطماطم، وملعقة من الهريسة. والهريسة اختيارية، يعني تقدروا ديروها حارة تقدروا تستغنوا عليها، هذه الحاجة ترجع لكم. لكن هنا الهريسة ماهيش راح تعطيه طعم حار، راح تمدلو البنة برك تاعو. نخلط المزيج تاعي هذا ونقدروا نديروه بلا اي حاجه. هني حنا راح نضيفوا مرقه واجده تاع بربوشه ولا تاع دواره ولا اي مرقه واجده، وتقدروا تستغنوا على المرقه هنا وتضيفوا انه تزيدوا التوابل هكذا شويه بزاف، وديروا ما سخون وتخلطوه عادي. ثاني اللي يحب يديروا وحده ما يقدموش مع اي حاجه، يجي ثاني ويجي ناجح 100%. لكن احنا هنا غالبا في الشرق يعني نديروا العصبان هذا مع الدوارة، اسمها تنقصي زوج مغارف هكذا كبار تاع تاع مرقة تاع الدوارة وتلوحيه في العصبان. وهنا نضيف البيض تاعي. عندي الكمية هذه تاع التوابل وتاع البصلة اللي درتها معكم، نديروا لها 5 بيضات. واللي عائلة كبيرة ولا حابة تدير كمية كبيرة هكذا تاع عرضة ولا تقدر تدير 8 بيضات ولا حتى 10 بيضات، واكيد راح يتكل ماهوش راح يقعد يعني خلاص. وعندي هنا ملعقة تاع زيت الزيتون هكذا ولا 2 ملاعق باش تعطي طعم ونكهة مليحة. والأهم والحاجة المليحة في الوصفة هذه إنه اقتصادية، كما راكم تشوفون المكونات هذو كل كاينين في الدار، وغالبا الشحمة يعني ثاني في البيوت الجزائرية كامل متوفرة. ومن بعد المكون الاخر يعني والرئيسي انه نديرو السميد، وما يكونش السميد الخشين هذاك تاع في كربابين ولا يكون السميد عادي اللي نديرو به الكسرة. ونضيف نصف ملعقة تاع خميرة تاع الكاطو تاع الحلويات العادي. ونضيف السميد حتى انا هنا ما قصتش كمية تاع السميد، تختلف حسب حجم البيضات، حسب الكمية تاع التوابل والبصلة اللي درتيها. اهم حاجة انه العجين تاعك يقعد طري بزاف، ما يجيش يابس، يعني تقدري تشكليه كيما تحبي يجي طري بزاف، اهم حاجة. ونتمنى تجربوه لانه حقيقة الطعم تاعو يعني حاجة سبيسيال هكذا، ماشي كيما العصبان تاع الكرشة ولا اي عصبان ذقتوه كيما تاع الغرب ولا. هذا بنته وحدها وتقدري ديري حق يعني ذوكا تقدري تنوضي ديريها. انا متأكدة انه المكونات موجودين عندك في الدار. وهنا الوالدة تاعي ربي يحفظها راهي تخلط فيه بيدها هكذا باش تتحسلوا انه يقعد طري وما نغلبوهش بالسميد. والوالدة تاعي مشهورة به بزاف، ويجي البنة تاعو يعني خيالية. نتمنى تجربوه بالطريقة هذه. ومن بعد ما نوجدوه هكذا تقدروا تضيفوا له شويه حار، يعني فلفل حار اخضر هكذا تقطعوه، ولا الفلفل التونسي يكون مرحي ولا، لانه قد هكذا يكون فيه شويه قرصه تاع حراره راح تعطيه بنه يعني وحدها. كما هنا قطعنا شوي فلفل اخضر
شوية فلفل أخضر حار، وثاني كان عندي شوية في الكونجيلاتور وشوية أحمر هذا تاع المجفف. يعني خلطت من الفلفل الحار اللي عندي في الدار الكل، احنا نحبوه حار يعني هكذا شوية مليح. وتقدروا حتى ديروا هكذا رشة خفيفة برك باش تمد النكهة هذيك تاع الحرارة. أما بالنسبة للتشكيل هنا فتقدروا ديروه في العصبان يعني اللي يجي في الكرشة هذاك الطويل، العصبان الكبير يعني، وتصفيه وتكوني غسلتيه بيان يعني وتحشي فيه. اما بالنسبه للناس اللي ما يتوفرش عندهم، لانه غالبا ما يتوفرش بزاف، هذاك يتوفر في العيد الكبير برك، تقطعوا هكذا الومنيوم وتدهنوا شويه الالومنيوم تاعكم بالزيت، ولا تدهنوا العصبان تاعكم بعد ما تشكلوه بالزيت كيما احنا هنا. يعني شكلنا العصبان وبعد دهناه هكذا من الزيت من الفوق باش ما يلزقش، ومن بعد نقدروا نحيوه عادي. كيما راكم تشوفوا يعني الكمية هذه قطعت لي تاع البصلة وتاع الشحمة قطعت لي كمية مليحة. وشوفوا هنا يعني اللون تاعو والمزيج تاع المكونات راح يعطيكم واحد الطعم صراحة، يعني راح تعرفوه غير كي تجربوه هكذا. مقدرتش نلحق لكم. ومن بعد هنا بعد ما درناه في الالومنيوم، وكيما قلت لكم بالنسبة اللي عنده العصبان يقدر يديروا في العصبان ثاني راح يعطيه بنة ولا أروع. تسكروا الالومنيوم بالطريقة هذه ويجي دوائر هكذا، يعني كل واحد يدي واحدة هكذا مع الدوارة تقدموه راح يمد ويزيد يعني النص في الطابلة، خاصة مع الدوارة يخرج معها بزاف بزاف. وكي تعودوا تسكروا فيه برك حاولوا تخليوا هكذا مساحة، يعني ما تلظوش عليه، لانه مع الخميرة شوية راح يتنفخ هكذا وراح يجي هشيش وخفيف بزاف. هذيك هي المساحة يعني المساحة هذيك نخليوها للخميرة باش كي يطلعوا يتنفخ يجي قد قد ما يتقطعناش الالومنيوم تاعنا ولا ويسيح بعد ما نحطوه يفور. وهنا بعد ما وجدتهم كامل راح نحطه يفور كيما هنا. هذه الكمية اللي شاركتها معكم دارت لي حوالي 7 حبات يعني كبار وملاح. وتقدروا من بعد تقطعوه راح يتقطع وراح يدي حوالي ممكن ساعة ولا ساعة غير ربع هو يفور على نار متوسطة. ومن بعد تخرجوه تقدروا تقصوه هكذا دوائر وتقدموه مع المرقة، ولا يتكل هكذا حاشف يعني تحطوه في طبق جانبي. والبنة تاعو يعني مكانش كيفها، يعني انا ذقت العصبان هكذا قداه النوع منه مي البنة تاع هذا وحده. البنة تاعو على بساطة المكونات على قد ما زادت البنة تاعو. وفي الأخير نتمنى تعجبكم الوصفة وتشتركوا في القناة واشتراك ولايك باش نشارك معكم وصفات أكثر وأكثر. وشوفوا هنا الشكل تاعو يعني راه يعطيكم الخبر. احنا مع يخرج هكذا طول ما نستناوش عليه نقدموه ولا طول ناكلوه.